دخلوا قووها يعني عبير خليكي اثبتي وكده، فقالت لي عايزه اشكرهم بنفسي، بس طبعا هي يعني مش عايزه تخرج، عايزه صوتها بس اللي يطلع. قولي كلمه الشكر اللي كان نفسك تقوليها. خدتوا بالكم من كلمة الشكر اللي عبير عايزة توصلها لكل البنات اللي علقوا على فيديو ان هي تدخل في الإسلام؟ طيب هل دي لو ست عايزة تعمل زي ما مفترسة بتقول، عايزة تتشهر على قفاها وعايزة تعمل كل حاجة على قفا مفترسة؟ لا والنبي، النبي صحيح يا اختي ما كان طلعت معاكي واتمكيجت كده وظبطت نفسها بقى كده وطلعت حاجه كده فله 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 شمعه منوره يا اختي، عشان تظهر للناس بقى وتجر المتابعين ان هم يجوا على قفاك المعفن اللي كله امل. واخده بالك انتي؟ ده انت لغايه امبارح بتهرشي يا بت قدام الناس، ما بتتكسفيش في اللايفات بتاعتك. طب تعال نسمع بقى ست البنات الدكتوره الرقيقه الناعمه بنت العز. خلي بالكوا وحطوا خط تحت بنت العز، بنت الناس الشبعانه، عملت ايه وبتتكلم برقي ازاي والهمجيه ماشيه ازاي في الفيديو. وهسيبكم مع الفيديو وانتوا علقولي بقى، لان انا جايبه لكم مقتطفات حاجه كده فظيعه وفاخر من الاخر. اسمعوا الست وهي بترد عليها ازاي، وشوفوا الهمجيه هي اللي بتنهشها في الاسئله علشان خاطر تجيب لنفسها مشاهدات ازاي. يا حبايبي بجد على كل كلمة حلوة قلتوها لي وعلى كل تعليق جميل كتبتوه عندي أو عند هناء. أنا ما تقلقوش، أنا عمري ما أتراجع عن قرار خدته ده من زمان من عمري يعني. بس طبعا أنا زعلت يعني وصعب عليا إن أنا بتهاجم من الناس اللي المفروض هي تكون أقرب الناس قريبين مني، هم يشجعوني. لكن زي ما انتوا قلتوا لي طبعا انا عارفه ان انا مش هاخده في اعتبار اللي اتقال لي، وبس هسمع للناس اللي هي بتفهم والناس الراقيه اللي هي كلموني يشجعوني. الناس الكويسه يعني بجد يعني انتوا الف شكر على كل حاجه. وعايزه اشكر هناء برضه، فرصه قدامكم علمتني حاجات كتير وعلمتني الصلاه النهارده في دقايق والله سهلت لي الموضوع جدا. انا كنت حاساه صعب يعني، كنت عارفه حاجات فيه بس مش بتلخبط في خطوه معينه. النهارده في دقايق انا لقيت الموضوع سهل جدا، وان شاء الله هلتزم بيه وان شاء الله اغير حاجات كتير بالتدريج. زي ما قال لك الدين يسر يعني بالراحه عليا، انا لسه طبعا في حاجات كتير طول عمري بعملها ما مش متعوده عليها، بس طالما نيتي موجوده ان انا هعمل هغير يعني ان شاء الله باذن الله. انت في الاول بقى يعني الناس قالوا لك سيبك من التعليقات السلبيه، قالوا لك يا عبير ما تبصيش للتعليقات السلبيه لان اي واحد في الدنيا هيبقى ليه اعداء يعني، بس انت قلتي اعدائي كده مش هيبقوا في البدايه يعني، اول ما شافوني من اول مره هجوم واتضايقتي. بس انت من وجهه نظرك كان سبب اتضايقتي عشان ايه بالظبط؟ عشان الكلام نفسه ولا؟ زعلت ان جاي من الناس المسلمه، يعني المفروض هم اللي يساندوني، هم اللي يقفوا جنبي، هم اللي بيهاجموني. طب في ناس بيقولوا عرفتي ازاي هم مسلمين؟ عشان ادوكي النصيحه بطريقه جامده. يعني هم ما بيقوليش مثلا انت اسلام، ما يقولي شيلي الملكيه طلقي من جوزك كده. اذا هم مسلمين اكيد مش حد مسيحي هيقول لي اتطلقي عشان حرام عليكي. بس مش لازم يقولها لي يخضني كده، انا يعني خلاص يخرب حياتي كده بيني وبينه. اكيد طبعا مش هعمل كده يعني. وانتوا شفتوا ريتشارد يعني انا طيب جدا يعني. ما انت عيطتي قلتي معقوله 25 سنه هرميهم كده في الزباله كده، لان انا عارفاه جوزي بيفكر ازاي وهو عارف من سمعتوا الست قالت ايه؟ قالت انت شفتي ريتشارد، يعني انت شفتي جوزي وشفتي الهجوم عليا ان انا اتطلق منه عشان خاطر انا دخلت الاسلام وهو مسيحي. انا اكيد مش هعمل كده، لازم تشوف حاجه برضو، لازم تدنها وراه لغايه ما الراجل يسلم، علشان مفيش واحده مسلمه بتتجوز واحد مسيحي. طيب لما انت شفت ريتشارد وريتشارد انسان محترم وانسان طيب، طالعه تقولي ان هي كان مصاحبه ليه؟ ما هو باعترافاتك وبلسانك اهو وبالفيديو اللي كان بينك وبين عبير. وعبير لو عايزه تتشهر كانت اتشهرت من زمان قوي قوي قوي. كان ايام الفضايح كان هتديكي على قد ما انت بتدي هي هتدي، وكانت قناتها هتضرب للمليون كمان ومليون ونص وانت طالعه. لكن هي سابت لك اليوتيوب، ليه بتجددي تاني وتنكشي فيها؟ ما تسيبيها. اللي بعدوك دلوقتي بعدوك عشان انت واكله مال الايتام، واكله مال اولاد الطيار واولاد ميسيو جانو، مش عبير. بس عبير وعدتك برضو في فيديو انا نزلته، قالت لك طول ما انت بتتكلمي في عرضها وفي عرض بناتها
مش هتسيبك. كمان هقولك على حاجة يا بنات، انتبهوا ان انتوا بعد الفيديو ده هنزل لكم فيديو عبير او فيديو بيت عبير او قصر عبير بمعنى الاصح، او فلة عبير اللي فيها بسين وفيها دنيا اللي هي اتوهمت لما شافتها. غير كده عبير مش شحاتة يا مفترسة يا خدامة العواجيز. اوه ماي جاد. وكمان لسه هتجيب لنا كل يوم فريسة. روحي منك لله يا بتاعة التطوع يا اللي عاملاه كله في سبيل الله. اسمعوا الحتة دي يا بنات. لو انا شفتك حساسة بجد، حساسة جدا، يعني انت من الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. شفتك حساسة زيادة عن اللزوم. لما جيتي قلت لي مش عارفة قالوا شعرك ايه وخبيه اولا لما انا بسلم عليكي في المطار وقع مني فتحه. فانا وانا بسلم عليكي حسيتها وقعت، فبتاكد حطيت ايدي. دي بتعمل سحر اقف ودنها، مسكت ودنها حاجات جهله يعني، حاجات غبيه اكيد تضايقني. وشعري حد قال لي مكوة رجل. الناس ما عارفه، مش قادره حتى اقول الكلمه، ان حاساها ان اكيد اللي قالها، انا متخيله شكل اللي قال الكلمه دي ازاي. يعني يا ريت اي حد يتنمر على حد اولا يبص على نفسه، لان كل واحد بيتكلم بناء على احساسه بنفسه. يعني وانا متصالحه مع نفسي وحابه اللي ربنا خلقني ازاي، فانا مش هشوف الناس غير بصوره كويسه لان انا كويسه. لكن بيشوف الناس بصوره وحشه، هو ده اكيد من جواه مش سوي يعني. مستحيل يكون سوي. وانت قلتي دخل برضو على قناتك وعلى الصفحه بتاعتك ناس قالوا لك جاموسه وبقره والحاجات دي. لا اني تخينه والمفروض اعمل عمليه وكده، بس عشان عارفه نفسي ان انا جاموسه ولا بقره. ويعني وانا عارفه ان في ناس كتير في سني وبعد ما يخلفوا 3 اولاد، بس ان انا يعني لحد ما كويسه يعني. انا عارفه ده، فمش فارق معايا قد ان انا زعلانه ان ده مستوى الفكر بتاع الناس. دلوقتي ان اتهامات كتير وجهت لك. يعني وانت اول ما دخلتي المطار اتهامات فظيعه على طول. خلاص وانت شفتي يعني، شوفي حتى كنا بنضحك وكده وشوفي الموضوع افتكروا الناس فاهمه ان خلاص كده هو سهل الخيانه وسهل ان حد يبص لزوج حد ولا زوجه. ولانك مهما تبرري للناس لا هتتعبي. لاني برضو لما نزلت الفيديو عندكم في العزبه وكده قالوا لي يبقى انت جايه تعملي دعايه للقريه السياحيه بتاعت جوزها. طب انا لو قلت اسم يعني عندها فيلا وعندها مطعم بتاع جوزها ريتشر عبير، خلي بالكوا وعندها كمان قريه سياحيه بيأجروها، وانت رحت عملت لها اعلان. شفتوا رد عبير عليها قالت لها ايه؟ بتقول لها قال ايه لما رحت اصور في القريه؟ قالوا ده انت رايحه عشان تعملي لهم اعلان. اعلان مين يا مقشفه يا مأمله يا معفنه يا معفنه يا بنت يا مأمله يا بنت. بصوا يا بنات، شوفوا رد عبير عليها قالت لها ايه. قالت لها ومش عايزاكي تقولي اسم القريه وما تذكريش حاجه عنها. يعني الست لا عايزه اعلان ولا عايزه يوتيوب ولا عايزه امل يا مأمله. ده انت اللي افترستيها واتهبلتي لما شفت كل اللي عندها. نرجع تاني ونكمل مع عبير. وانا عايزاكي تقوليه. استني لا انا قلت اسم القريه ولا انا قلت اسم المدينه اللي هو فيها ولا قلت اسم الفندق ولا قلت اسم المطعم ولا قلت اي حاجه. طب منين هتبقى دعايه وانا بوريكم طبيعه وشجر؟ وانا بطلب منك اهو قدامهم، مش عايزاكي حتى تقولي اسم المكان ده. مش هقول، بس بوريكي لما ما لاقوش فيه مثلا بيقول لك لو ما لاقوش في الورد عيب قالوا له ايه؟ يحمل الخدين. لا خلاص لو مش ده يبقى ده، يبقى مش ده يبقى ده. المهم لازم في مصلحه، لكن ما فيش مصلحه حب، ما فيش مصلحه. هو ده اللي مزعلني. ليه الناس ما بتحبش بعض من غير مصالح؟ ليه؟ طب ما انا لما كلمتك انا ولا كان عندي قناه ولا في دماغي قناه. وانا قلت لك سبب اللي عملتها لان صاحبتي القطريه دي قالت لي دي وسيله دعايه، لان الناس دلوقتي بتشوف كتير اليوتيوب، فاطلعي اتكلمي واطلعي. وانا الحمد لله مش محتاجه، ووريتك الويب سايت بتاعت الشركه وكل حاجه. وحتى لو ما اشتغلش خالص عندي مليون حاجه اعملها مع جوزي، وانت شفتي. شوفي حجم الشغل ازاي يعني. عنده كام موظف؟ لو انا هدير ده كله هناك انا مش هنلحق. بس انا حابه اوصل رساله معينه للناس. اتفضلي. يعني ان انا ممكن الست تعمل شغل، ممكن تعمل بيزنس، وممكن تخرج للشارع تتعامل. مش لازم الست يكون كل حياتها المطبخ والحياه ممكن تنتج، ممكن تعمل حاجات كتير. ايه اللي حببك في ديننا؟ اولا معامله ناس معينين، انت واحده منهم طبعا. يعني تفتكري المعامله الحلوه؟ طبعا.
ممكن تشد الناس طبعا. اصل في ناس بيقولوا لي مثلا ايه، المفروض مثلا في ناس بينصحوني ان كل ما تشوفي حد كلمني عن الدين، انا شايفه ان مش بالكلام، المعامله، ان انا مش اقول لواحد مثلا تعالى يا استاذ انت ملحد اصلا ورسول الله بيقول كذا والله بيقول كذا والقران بيقول كذا، لا، انا عامل الانسان ده معامله جميله زي مسيجانو، معامله محترمه، اضحك في وشه، هو نفسه هيقول الله، هيقول لي انت يعني عندك ديانه ايه؟ اسلام. الرسول بتاعنا عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد. فالمعامله بتشد الواحد بدون ما تجبريه. اصل انت لو في حد كلمتيه عن الدين واجبرتيني يخش في الدين مش هيخش، هيقول لك انا عندي ديني او يقول لك انا مش مؤمن بالله سيبيني في حالي. فانت من خلال كلامي معاكي قلتي لي اللي شدني الدين لما اتفرجت على قناتك، شفت معاملتك، شفت انا حبيت ده جدا. حتى بقول لك امي يعني بجد غيرتوا حياتها من غير ما تشعر. والله انا كانت فعلا تعبانه وقاعده 6 شهور يعني ما بتتحركش، يا المستشفى يا السرير يا كده. يعني تفتكري القناه ممكن تغير من الانسان؟ طبعا يعني طبعا، بالذات الحاجات الايجابيه الحلوه، الحب، العطاء للناس. كفايه بتساعدك لما انت بتغني المسج. والله العظيم دي حاجه بتجبري بخاطره، ده جبر الخواطر ده حاجه كبيره عند ربنا. يعني تحسسيه بحب، تحسسيه الناس بتحبه والناس بتعمله، لما بتسلم عليه وتبوسيه من تحسين ان ليه ابنه ليه. الحاجات دي انا افهمها واقدرها يعني. وربنا هيبارك لك على كده على فكره. ربنا يخليك بجد والله، دي حاجات دي انسانيه بحته يعني. يعني انت شايفه المعامله الطيبه ممكن تخلي الانسان يعني انت قلتي لي كمان انا في حاجات عاملاها سهله يعني، بس مش معقده دينا بتسهلي يعني. حتى لما عملتي حتى الاكل مثلا حاجه بسيطه لقيتك كله بسهل بتسهلي، فده حلو. انا بحب اسهل الامور. لما علمتيني دلوقتي الصلاه، شوفي ما خدناش يمكن 10 دقايق ولا ربع ساعه. يعني انت بتحبي الدين ما يبقاش فيه كومبليكيت. بلاش اصل هتعقد وهاخد بقول خلاص. طب وليه؟ خلاص هحاول اريح دماغي دلوقتي. انا فرحانه عايزه دلوقتي اقوم اتوضى وهعمل عشان اوريكي انا عرفت واتعلمت وكده. يا جماعه كانت بتصلي بس كان طريقتها غلط شويه. انا كل اللي عملته صلحت لها بعض الاشياء. كانت بتصلي وكانت بتصلي الفروض كلها بس انا علمتها صح. هي شافت حاجات على النت بس كانوا مصعبين لها الامور. يعني كان بيقول لك بين كل ركعتين وطي اسجدي، او مش عارفه في السجود ادعي وقولي الدعاء ده، وفي السجده الثانيه قولي الدعاء ده، وفي اخر قبل ما تستشهدي او قبل ما تقولي السلام عليكم لازم تقولي الدعاء ده. فقالت لي شافتها على النت كانت صعبه شويه، فانا لما جيت علمتها قالت لي بس ليه؟ انا بدات لها بالفتحه وسوره صغيره والسجود والركوع والتحيات. بعد ركعتين بنقول لحد نص التحيات، في الركعتين الاخرين نقول التحيات كلها، وبعد كده بنقول التشهد ونسلم. هي قالت لي دي سهله قوي، انت انا هين عليا اقوم اصلي طول النهار من قد ما انت سهلتي لي الامور. قلت لها حموم الوضوء سهل يعني. بس انا كنت بقول لا كده اسهل، فاهمه؟ طول ما انا في البيت طبعا، لكن لو انا في الشغل اكيد مش هعمل كده، لكن وانا في البيت اقول كده خلاص انا مطمنه. لو قلت لي كمان انا قلت كمان يمكن يكون عند ربنا احسن بقى لما انا قلت بقى كده واغسل شعري من اول وجديد تاني، يمكن شعري بايظ كده من كتر يا حبيبتي انا شفت الرأفة بتاعتك حتى مع الحيوان، وانت ربنا اختارك. انا حاسه ان يعني ربنا ما بيختارش اي حد، صدقيني. مش كل واحد لابس حجاب ومش كل واحد لابس نقاب ليه الجنه. في ناس بشعرهم، انا طبعا احنا مش بنقولكيش ما تتحجبيش طبعا، ده يا ريت من الاساسيات، بس بقول لك برضه في ناس بيتوقعوا ان لازم الحجاب، ما في ناس محجبات كتير وفي ناس بيصلوا ويصوموا وبيعملوا كل الفرائض اللي ربنا فرضها علينا، بس تلاقيهم بقى بيكذبوا، بيخونوا، بيسرقوا، بينهبوا، مش بالشعر يعني مش بالشعر او بالطرحه. يعني الواحد زي ما انت قلتي الدين معامله. والله فعلا. يعني انت شفتيني من خلال القناه، اقدر اقول ان قناتي قناه ايجابيه جدا الحمد لله رب العالمين. وانا سعيده ان انا بالقناه بتاعتي البسيطه. يعني في ناس قالوا لي لما سمعوني بقوا يستغفروا كتير، في ناس قالوا لي انا بصي قيام الليل ده انا حبيته. اولا انا سمعتك الاول اتكلمت عن الاستغفار، وبعد كده لما انا كنت متعلمه الاستغفار من سبحان الله وانا مش عارفه انا كان المفروض كنت اعمل ايه. ضيعت السنين دي كلها من عمري اصحى في الوقت ده يعني طول عمري طبعا يا رب وكذا والدعاء، بس مش زي ما حبيبتي زي ما فهمتوا اتعلمتوا منك يعني. لا قيام الليل طبعا ده بقول لك بحس ان في حاجه سحر،
اليوم بيبقى جميل وسلام. وانا لقيتك برضو يعني انا لقيتها يا جماعه بحثه لوحدها وقاريه وحافظه بعض الصور. قول لنا بقى الفاتحه كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بروحها بس انا هقفل الباب عشان صوت العربيه دقيقه بس، عشان عايزين نسمع الفاتحه من صوت عبير. كده عبوره تقول بقى ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قلنا بقى قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انت برضه بسم الله ما شاء الله، انت برضه حافظه بعض الأذكار اللي قلتي عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوكلة اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. سيد الاستغفار. ما شاء الله. وكمان أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والله أكبر ولا إله إلا الله. الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله ما شاء الله. شوفي ده جايتك أنا من الحاجات دي. أنا عاملة حلقة عن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل الفيديوهات الدينية بتعمليها أنا حافظاها عن ظهر قلب. الحمد لله. كمان هو في ناس بيقولوا أنت فاكرة نفسك داعية دينية، روحي أعرف الدين كويس. أنا بالدين بتاعي البسيط ده. مش تخيلي بقى لو انت عارفاه 100% كانك داعيه. على فكره مش شرط تكوني داعيه، لان ممكن الداعيه توصله بطريقه شويه صعبه. انت قلتي راح في شيخ خوفك عن سمعتي عن عذاب القبر، قلتي لي خفت. كنت اسمعه اسمحوا لي ضمه القبر ويعيط ويتكلم كده انا بقيت اترعب، بحس اني برتعش وخايفه، اقول يا ربي هو احنا جايين نتعذب ليه؟ هو ربنا عايز يبهدلنا كده ويعذبنا؟ بقيت مش فاهمه، بقيت متلخبطه. لكن ما بقول لك هو الداعيه بتبقى دارسه قوي وعارفه قوي، فبتتكلم علمي جدا. انت بتبسطي لكل الناس ممكن تفهمها. يعني والدتي ما كانتش تعرف يعني لا حول ولا قوه الا بالله، عرفته وتعلمته. لما انت مثلا كنت تقولي الاستغفار وكده، والله وهي في المستشفى كنت تعبانه اقول لها يا ماما قولي لا حول ولا قوه الا بالله، قولي استغفر. تقول لي هقول استغفر الله العظيم اللي انا بتقولها. يعني هي في مصداقيه للي انت بتقوليه. الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ان هي موجوده، والحمد لله الواحد انا عارفه ان احنا جوانا كويس، وانا عارفه ان ربنا يتقبل حتى لو انا عملت غلط، يعني الصلوات بطريقه غلط. المهم نيتي، يعني انا متاكده ان شاء الله تعمليها صح، لان انا شفتك بسم الله ما شاء الله بتتعلمي بسرعه وذكيه جدا، ويعني بتلقطي بسرعه، يعني ما عندكيش الصعوبه وبتشوفي كل حاجه سهله. شفت عندك ايمان قوي، شفتك فعلا بتدعي كتير، بتذكري ربنا كتير، قراتي عن سنه الرسول، حبيتي رسولنا، ده شهاده احنا بنعتز بيها كمسلمين. فرحتي جدا بالناس اللي دخلوا علقوا لك وقالوا لك اهلا بيكي وكلموكي وقلتي وقالوا لك ما تبصيش الناس الوحشه، كل ما كان فيه كويس ووحش. اللي ما يعرفش عبير يا بنات، عبير كانت قارية على القرآن قبل كده وقرأت المصحف، عمال بتقرأ قصار الصور يعني، وكانت بتاخد فكرة عن الدين وعن الإسلام، وقبل كده اتكلمت مع كذا حد، وقبل كده بتذكر كمان ان اصحابها كانوا بيقولوا لها ايه، وبس على كده خشت عليها المفترسة قال ايه علمتها الصلاة. لا، عبير نطقت وقالت انا عندي علم بالصلاة من المشايخ على اليوتيوب، لكن كان في كل سجدة لازم أقرأ دعاء، في تشهد بعد كده بقرأ دعاء. فإذا هي سهلت لها وقالت لها صلاتنا عادية، وقلنا الدين يسر وليس عسر، والصلاة مش لازم تدعي فيها، مش إجباري الدعاء ولكن اختياري. بس هو ده اللي علمته عبير. ما خدتوش بالكم إن عبير قرأت القرآن ما غلطتش فيه غلطة، ولا هي كمان كان محفظها القرآن؟ طيب ما أخدتوش بالكم؟ ونفسي وأمنية حياتي حد يقول لي إن الست دي سمعتوا عندها قرآن في بيتها أو في لايف أو حتى على التلفزيون وموطياه عشان خاطر حقوق الطبع والنشر. هل أديتوا نفسكم كم سؤال إن مفترسة دي ما عندهاش دين بس بتتكلم بس فقط لا غير؟ ما شفناش بعنينا. يعني البيت لازم يذكر فيه القرآن على طول حتى ولو براديو صغير. طيب انا جايبه لكم بقى الفيديو اللي بعد ده برضو الايه
الفيلا اللي عبير عايشة فيها اللي هي انبهرت بيها، ولو عبير اديتها الأمر وقالت لها أوكي كان راحت صورت أوض النوم بتاعت الأطفال بتاعت بنات عبير وابنها. لكن بالعكس هي كان مقعدهم في الدور اللي تحت اللي هو الروف، وكان الروف ده فيه حمام خاص بيهم وأوضة نوم لها ولجوزها، وفي نفس الوقت كان المطبخ اللي هو الأمريكاني اللي كان فاتح في الصالة من تحت. ما تنسوش في اللايك والاشتراك ونفعل زر الجرس.